هنحطها على طول عشان تبقى سخنه، نسيبها كده تاخد صورتين مع بعض. وكده بعد ما عملنا المكرونه باللحمه، بعد ما اتسلقت، ما سلقتهاش قوي يعني عشان ما تبقاش طريه، وبعدين طلعتها صفيتها غسلتها كويس بالميه، وبعدين حطيتها في الصوص اللي انا عملته، اللحمه المفرومه في الصلصه. وده شكلها احلى مكرونه ممكن تاكليها، واحلى من الطاجن كمان اللي بتشتريه من بره، واوفر كمان، وحاجه اقتصاديه كده وعلى قد ايدينا اهو. لو عجبتكم بقى وصفتي النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه.